السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عارف اكتر حاجه بتدمر علاقتك بربنا مش الذنب نفسه، ولكن اللي بيدمرها انك انت عمال تاجل في التوبه وتقول لما اظبط نفسي الاول. ففي الفيديو ده ان شاء الله هحاول اقول لك على خطوات عمليه نحاول نحل بيها المشكله دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقريبا كلنا عارفين الصح، بس مشكلتنا مش ان احنا عارفين، مشكلتنا ان احنا مش بننفذ. نفسك دايما بتوعدك بكره لما افضى، بكره هيبقى احسن، لسه بدري، حاجات كتير قوي من كده. وده اللي ربنا وصفه في القران وقال وخلق الانسان ضعيفا، يعني ضعيف، عمال يأجل ومستضعف نفسه. فالنهارده انا مش جاي احمسك ولا جاي اضغط عليك، انا جاي اقول لك على 3 خطوات عمليه ان شاء الله لو مشينا عليهم انا وانت هنحس بفرق في حياتنا. اكبر غلطه بنقع فيها لما بنكون عايزين نتغير هي الحماس، انك انت تبقى عايز تبدا كل حاجه في يوم واحد، عايز تصوم اثنين وخميس، تصلي 5 فروض في المسجد، تقرا جزئين من القران كل يوم، وبتفضل كده في اول يومين وبعد كده تقع. وده بسبب انك انت نفسك اللي انت سايبها بقالك سنين بتتمرد عليك، فاكيد هتقع بعدها بيومين. ما هو اكيد انت مش هتتغير في يوم واحد. في الحديث القدسي ربنا قال وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. فانت ابدا بالشبر. ليه عايزين نبدا مره واحده في كل حاجه؟ ده بسبب الحماس. طيب ايه الحل؟ هتختار حاجة واحدة بس نفسك بتغلبك فيها. يعني مثلا صلاة الفجر، غض البصر، ركز عليها بس لمدة أسبوع. ما تطلبش من نفسك الكمال، ولكن اطلب منها بس إنك أنت تفضل مستمر عليها حتى لو لمدة أسبوع، لأن نفسنا دي عاملة زي الطفل لازم تسايسها علشان تمشي معاك. عارف اللحظة اللي الأذان بيأذن فيها ويجي على بالك يا عم قوم صلي، وبعد كده بعدها ب5 ثواني بالضبط تلاقي نفسك بتقول لك طب خلّص اللي في إيدك الأول. ال5 ثواني دول هم فعلًا المعركة الحقيقية، هم الفيصل، يا هتقوم يا ما تقومش. فعلشان تنتصر على نفسك أول ما ييجي في بالك إنك أنت تتحرك، أول ما ييجي في بالك قوم صلّي، قوم. فعلشان تنتصر على نفسك اقطع عليها حتة المبررات دي، ما تدّيش لنفسك فرصة. أول ما ييجي في دماغك إنك أنت مثلًا تقوم تصلّي، تقوم تعمل حاجة كويسة، قوم. قوم، ما تدّيش لنفسك فرصة. في القرآن ربنا بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا. الفكرة هنا في سارعوا، سارعوا مش سرعة إنك أنت بتبقى مستعجل، لأ السرعة إنك أنت ما تدّيش لنفسك فرصة، تقوم بسرعة. فالسرعة هنا إنك أنت تبقى حماية لنفسك من إنك أنت ترجع في اللي أنت قُلته. أول ما تفتكر ربنا وتحس إنك أنت الحاجة اللي أنت هتقوم تعملها دي صح، قوم في خلال 5 ثواني، لإنك أنت لو ما سارعتش هترجع. أحلى كوباية شاي هي كوباية الشاي اللي بتبقى على السطح في الجو التلج ده، تحس إنها بتدفيك من جوه. كده إحنا خلصنا الخطوة الأولى والخطوة التانية، فاضل الخطوة التالتة هاقول لكم عليها بعد ما أنزل، ولكن كنت حابب أسمع منكم إيه الحاجات اللي أنتم ممكن تبدأوا فيها تستعدوا فيها لرمضان، وإيه الحاجات اللي أنت حاططها أنا عايز أبدأ فيها من دلوقتي علشان أخش رمضان وأنا زي الفل. أنا أول حاجة عملتها إن أنا اتفرجت على الاستعداد لرمضان للشيخ أمجد سمير، وحقيقي أنا اكتشفت إن أنا عمري ما استعديت لرمضان، عمري. كل مرة كنت بافضل أقول أنا حسيت إن رمضان ضاع مني، أنا ما طلعتش من رمضان حاسس إن أنا في حاجة مختلفة. لما سمعت ده عرفت قد إيه إن أنا كنت فعلا محتاج إن أنا أحضر لرمضان قبلها ب5 6 شهور. الصحابة كانوا بيقعدوا 6 شهور قبل رمضان يدعوا ربنا يبلغهم رمضان، ويدعوا 6 شهور بعد رمضان ربنا يتقبل منهم رمضان. فنصيحة مني خشوا اتفرج على الفيديو ده واكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي انتم ممكن تبداوا عليه من دلوقتي. برضه في فيديو الشيخ امجد سمير كان بيتكلم فيه عن انك انت لازم تسيب الموبايل، لازم تترك الموبايل، لازم تترك الشاشات، المسلسلات، الافلام. وده يخلينا نروح للخطوة الثالثة.
واحنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المقارنه، والخطوه العمليه للاسف هنا هتكون صعبه شويه، ولكن هي تعتبر اهم خطوه فيهم. فلتر السوشيال ميديا بتاعتك، او امسح السوشيال ميديا من عندك من على الموبايل، او سيب الموبايل. اللي هتقدر عليه فيهم اعمله. ما ينفعش تكون عايز تجاهد نفسك وانت ماسك الموبايل وفاتح السوشيال ميديا والتايم لاين كله للناس اصلا تفاخر بزينه الحياه الدنيا او فتنه باي شكل من الاشكال. فلازم تفلتر السوشيال ميديا بتاعتك. ادخل حالا وخد قرار، مش مجرد حماس. ادخل حالا، اعمل انفولو، اعمل ميوت للصفحات اللي بتحس انك انت فيها لما بتشوفها بتحس انك انت بتقارن، او بتحس انك انت قليل حتى لو بنسبة 1 من 1000، او اي حاجة بتخلي الذنب سهل في عينك، ايا كان ايه هو التطبيق، سواء انستجرام، سواء تيك توك، ايا كان ايه هو التطبيق اللي انت حاسس انك انت لما بتخش فيه عينك بتتفتح، او انك انت لما بتخش هنا بتحس انك انت ممكن ترجع لذنب تاني، او ان الموضوع ده ممكن يرجعك لباب انت اصلا بتحاول تخرج منه. فنصيحة مني، خش امسحهم دلوقتي وحاول تستبدلهم بحاجة لما تشوفها تفتكر ربنا، او حاجة تنفعك بأي شكل من الأشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. واحنا دلوقتي ما بقاش خليلنا حد في الشارع، قليل قوي لما تلاقي حد بيبقى بينزل دلوقتي. انت دلوقتي خليلك الموبايل اللي في ايدك. فلازم تفلتر موبايلك. لازم قبل اي حاجه لازم تفلتر موبايل. فالفيديو ده مش مجرد نصايح ولا مجرد حماس بحاول احمسك بيه وتخش تمسح وبعد كده تروح راجع محمل كل حاجه تاني، ولكن الفيديو ده عباره عن خطه بحاول اطبقها انا ذات نفسي معاكم. فمن هنا لحد رمضان في الكام يوم الجايين دول عايزين مثلا عاده معينه مثلا عايزين نبطلها، وعاده معينه عايزين نثبتها. انا شخصيا هبدا معاكم وهقول لكم في الكومنتات انا بدات بايه، وهتابع معاكم على الانستجرام وعلى التليجرام. هسيب لكم اللينك تحت في الوصف، فاكتبوا لي في الكومنتات انا بدات بايه جنبها الحاجه اللي انت بدات عليها او هتستمر عليها حتى لو لمده الاسبوع اللي جاي ده. فخلونا نشجع بعض وناخد بايد بعض، وما اعتقدش انك انت ربنا هيشوفك انك انت تعبان وبتجاهد نفسك وقد ايه انت بتحاول وهيسيبك، مستحيل. وده اللي ربنا قاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وافتكر برضو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والسلام عليكم ورحمه الله.